يلا فيديو جديد، فيديو المشتريات. النهارده نزلت جبت شويه حاجات قلت اشارككم بقى معايا فيها. ان شاء الله يكون فيديو كده بسيط وسهل ان شاء الله. نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. اول حاجه كده هنبدا بيها الفوط. جبت فوط كده للمطبخ، 3 فوط اهم، والفوطه دي كمان حلوه قوي علشان المخبوزات والحاجات دي. ان شاء الله الفيديو الجاي او اللي بعديه هيكون في مخبوزات ان شاء الله. اول حاجه جبت الشبكه دي حلوه قوي للفراخ المشويه اللي كنا لسه عاملينها مع بعض. تحفه تحفه تحفه. يعني سلمى النهارده كانت بتقول لي يا ماما اعملي لي فراخ زي اللي كنت عاملاها ورز بسمتي. ايه يعني بيبقى في كميه او كده، قلت اجيبها علشان ان شاء الله في حاجه عاوزه اعملها فعاوزه الشبكه يعني. فقلت كنت عاوزه 2 فجبت دي حلوه قوي. هي اخف من اللي عندي يعني تقيله شويه. انا كنت جايباها للشوي اللي هو بالفحم. جبتها. والمجات دي في عروض نازله سنتر شاهين كنت فيه، لقيت ال3 ب50 جنيه، جبت ال2 ب100 جنيه. حلوين قوي. بحب اللون الاصفر في اي حاجه، فما لقيتش بصراحه غير ده الطقم ده اللي فيه لون اصفر. هي دي المجات حلوه قوي، بس يا رب تقعد عندنا. للاسف عندي اي حاجه يعني اكتر حاجه بالنسبه لها شهر بتبص تلاقيها كلها بقى اتكسرت. والكوبايات دي جميله قوي، هي مش بلاستيك يعني، مش عارفه هو نوعها ايه يعني. سامعين اهي؟ جبتها علشان اياد بيروح على الكولدير اي كوبايه يشرب منها وقوم جايه بيضه في الارض كسرها على طول. وجبت الورده دي حلوه قوي. اي ورده او اي حاجه بحب اجيبه للمطبخ. لو قلت له اخلي المطبخ كله كده ورده هجيبه. دي يعني لقيت لونها اخضر كده عجبني. ودي بقى بتاعه المعالق علشان الحلل الجرانيت ما تبص. جميله قوي يعني، في انواع كتير. ده احسن نوع لقيته ان هو بصي من قدام طري. معظم الموجودين تلاقيها من قدام ناشفه زي من ورا كده. لا النوع ده حلو قوي. لكن كنت جايبه الموف، للاسف بعد ما جيت رجعت تاني ما كانش فيه دي موجوده فيها. هما المفروض 11 ولقيتهم 10، بس الموف فعلا كان شكله خطير بجد. فجبت اللون ده. وكان فيه الكشمير كان عاجبني برضو، لقيتها ناقصه فقلت مش مشكله بقى. الاطباق عندي طقم صيني وعندي الاكروبال وعندي يعني عندي كذا طقم بس بيتكسروا. وكان عندي اطباق في المطبقيه جايباها. كل الحاجات دي اللي عنده ولاد صغيرين فهبص الاقي طقم الصيني بتاعه كله ضاع يعني. لو في مناسبه عندي او حاجه مش هلاقي عندي حاجه اطلعها، فبجيب الاطباق اللي هي يعني فرداني او كده. فاخر حاجه توصلت لها الملامين. الملامين يكون نظيف هاتيه وهتاكلي فيه عادي. جبت الملامين ده، لا دول بلاستيك، النوعين دول كده بلاستيك. جبت بولات اهيت، حتى يعني كمان البولات اللي زي دي اللي بجيبها الازاز بتتكسر بسرعه، جميله قوي. جبت منهم 3 وجبت من اللي هو المربع 3. جايبه بعددنا. والنوع ده كمان حلو للسلطه لاي حاجه. وهنا ده للخضار، اي خضار عاوزه تحطيه فيه. جايبه منهم 4. وده في حاجات كده يعني ممكن للخضار كمان ممكن تحطي فيه خضار. جايبه منه 3. وجايبه ده مكرونه رز، جايبه 7. جميل قوي. يعني انا كنت نفسي الاقي حاجه ساده ما فيهوش اي ورده او اي حاجه، وكنت بدور على المربع، لكن للاسف مفيش اصلا ملامين. يعني الملامين كلها تقوم على بعضها، فما حبيتش اجيب طقم على بعض، لان انت بتجيبيه بيطلع منه بولات صغيره، بيطلع في حاجات انت مش محتاجاها في الطقم. فانا دورت لحد ما لقيت اللي هي الفرداني ده. في منه الساده اهو، اللي لقيته ساده جبته. لكن دولت كده في ورده، يعني الورده مش باينه اهي. ودول بقى صيني عجبوني قوي. الطبق ب40 جنيه. بحب الحاجه الساده قوي، يعني اي حاجه ساده بحبها. جبت كام واحد اهوت؟ 6. جبت 6 كمان. مكرونه رز او اي حاجه. بس كده.
وجبت الفوط دي علشان ان شاء الله المخبوزات اللي هنعملوها. هو فيديو صغير وبسيط، قلت اشارككم كده معايا في الحاجات اللي جبتها النهارده. في عروض على فكره في سنتر شاهين، عروض على كل حاجه يعني. كنت عاوزه الميزان بقى، بس الميزان يعني لقيته خلاص من العرض، كان ب 120 تقريبا في سنتر شاهين اللي هو الحساس. فانا مش حابه الحساس اجيبه، عاوزه اجيب الميزان الكفه، فما لقيتش بصراحه، ولا لقيت في عرض ولا غير عرض. فان شاء الله قريب كده اجيبه، في يوم كده اروح رنين هجيبه. يا رب الفيديو يكون بسيط ويعجبكم كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسينيش باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم ان شاء الله على خير، مع الف سلامه.